السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا متبعين قناة عقارات الريفي. إخواني أخواتي، أشكركم على دعمكم على القناة، وبالفضل ديالكم والدعم ديالكم ديما كنقلبوا لكم على الجديد. أول حاجة جمعة مباركة. إخواني أخواتي، بعض الناس لحت واحد الفيديو على تجزئة اليونس حلالة. بعد متتبعين على القناة عقارات الريفي طلبوا مني أنني ندير لهم واحد الفيديو على منطقة بالرامي. حنا كنعرفوا هاد المنطقة بالرامي كتواجد حتى هي على الدخلة ديال مدينة القنيطرة. مين كتكون جاي من جهة الرباط، سلا، سي طيبي، كتبغي تدخل على البراج البوليس على اليمين ديالك كتبان لك التجزئة ديال بالرامي. حنا كنعرفوا هاد التجزئة بزاف د الناس كيعرفوها بتجزئة ولاد مبارك. هاد التجزئة هادي فيها بقع للبيع، المساحة ديالهم من 64 متر حتى ل 189 متر. بالنسبة لهاد الجزيئة ديال بالرامي فيها خمسة ديال الجزيئات. فيها تجزئة جوج كي كنقولوا لها حنا جنان جوج، وكذلك جنان ثلاثة، وكاين الجنان أربعة، وكذلك الجنان خمسة. بالنسبة إلا كنتي في وسط مدينة القنيطرة وبغيتي تدخل على الجزيئة ديال بالرامي، راه كيبقى على اليمين ديالك جنان أربعة، وعلى الشمال ديالك كيبقى جنان خمسة. في الوسط ديال الجزيئة كنلاحظوا أن كاين جنان ثلاثة القديم، وكاين جنان ثلاثة جديد اللي مازال ما طلقت العمران فيه البني، وكذلك جنان جوج. الا كنتي جاي من مدينة سالا غادي تقلب التجزئة، يعني جوج، ثلاثة، الخمسة، الربعة. هاد التجزئة فيها بقع بأثمنة مناسبة. اخي اختي، راه ممكن تشري بقيعة وكذلك تبني وتدير واحد الدويرة الى عندك واحد الثمن ديال 30 مليون ولا 29 ولا كذلك 32 مليون. راه ممكن دير سفلية وتستقر انت ووليداتك، وبشوية بشوية حتى الانسان يكمل الدويرة ديالو. بالنسبة للعمران عندك اير بليس 2. بالنسبة للسلالي 75 ولا مستفيد 64 ممكن تبني سفلية واير بليس هاد الجزيئة حتى هي راه لقات اقبال، غير هي الاثمنة مناسبة. ممكن تشري ولو بثمن ديال 19 ولا 20 مليون. بعض الناس كيتواصلوا معايا كيقولوا لي راه كتحط البقاعي ديال 19 وديال 18، واش ممكن كاينه بقعه ديال 90 متر؟ اخي اختي، انا كنهضر الاثمنه اللي مختفضه، انها البقع ديال السلالي وديال المستفيد 64 متر والسلالي 75 متر. البقع كتراوح 75 متر على حسب الشوارع. شارع 12، الزنقة 8 راه ممكن دير سكينة، راه مازال الوقت. اما بالنسبة ل 64 راه حتى هي اير بليس وممكن حتى هي تلقاها بواحد الثمن يكون ب 16 ولا ب 17 ولا ب 18. غير هي راه السلالي معفي من الخلاص، ماشي بحال المستفيد الى كان عنده الشهاده اداريه راه مخلص 2.5 ديال العمران، او ما كانش عنده الشهاده اداريه راه ممكن تبيع وتشارى معاه وتمشي تخرج الشهاده اداريه بجوج ديال 1.5 مليون من المقر ديال العمران. اما بالنسبه ل 75 متر راه سلاليه
معفيه من الخلاص. ممكن تشري على السيد مول البقعه وتكاتب انت وياه عن طريق المحامي وعند النوطير. كي كنعاود لكم ديما راه كنقول لكم طريقه الكتابه راه طريقه صحيحه. تكتب عند المحامي عقد للبيع وكتمشي اوبليجي ضروري دير وكاله نوطيريه عند النوطير باش كتلغي مول البقعه، لان داك الوكاله كيدير لك انك تبني بها وتدخل الكهرباء وتدخل الماء باش ما كتحتاج مول بقعه. اما بالنسبه للبقع 90 متر 150 متر 120 متر وكذلك 99 راه بقع خارجه من الوكاله ديال العمران، حتى هي طريقه الكتابه ديالها محامي عند الموثق. اما الا كان الجنان واصلوا التتر، بالنسبه للجنان جوج خارج فيه التتر ممكن تسجل وتحفظ في نهارك. اما بالنسبه لثلاثه والربعه والخمسه راه ما واصلهمش التتر من وكاله العمران. بالنسبه للتتر خارج في الجنان جوج ثلاثه والربعه والخمسه مازال ما خرج ليهم التتر. راه هذه المعلومه بعض الناس كيسولوني كيقولوا لي واش كنلوح بقعه في الجنان ثلاثه، كيسولني واش مسجله ومحفظه. اخي راه ما مسجله ما محفظه، التيتر مازال ما وصل. ما يمكنش التيتر ما مطلوقش الانسان يسجل ويحفظ البقعه ديالو. كتكاتب نهار كيتطلق التيتر كتمشي اما كدير الترانسفير باش كتولي البقعه بالاسم ديالك، ولا كتسجل وتحفظ عن طريق الموثق. اللي مهتم وباغي شي بقعه في هذه المنطقه ديال بالرامي، ما عليك اخي او اختي الا تواصل مع عقارات الريفي. وحتى الا عندك شي بقعه في هذه المنطقه ديال تجزئات بالرامي، ما عليك الا تواصل على الوكاله ديال عقارات الريفي وغتعطينا الرقم البقعه والثمن. وكنواعدك اخي او اختي بالنسبه للبيع والشراء غيكون ان شاء الله. وكنشكر كاع المتتبعين قناه عقارات الريفي. واي معلومه على منطقه بالرامي ما عليك الا التواصل على الرقم التالي. وكنزيد نعلمكم هاد المنطقه راه ممكن الى عندك واحد 20 ولا 22 ولا 24 مليون راه ممكن توكل على الله وتقلب على بقيعه وتستقر انت والوليدات. راه بالرامي واحد الموقع ديال مواطن درويش. الى الانسان هاز الهم ديال الكرا ولا عن راهن ب 18 ولا 16 ولا 17 راه ممكن خويا او اختي راه تجزئه حتى هي راه تجزئه مناسبه. وحنا كنعرفوا بان راه اخر تجزئه اللي بقات بينها وبين السي الطيبي. وحنا كنعلموا بان راه العقار، كنعرفوا بان العقار راه نهار على نهار كيتزاد. الانسان يستغل يدير واحد البقيعه تحته حتى لما بغاش يبنيها راه ممكن تبيعها وتستافد منها بالنسبه لواحد 5 ولا 6 المليون في اي وقت. علاش؟ حنا كنعرفوا العقار راه كيزيد نهار على نهار. مهتم تواصل مع عقارات الريفي. وشكرا وكنشكركم على التواصل معي على القناه. وخويا اختي حنا كنديروا المجهودات ديالنا باش نوصلوا لكم كاع المعلومات على العقار ديال مدينه القنيطره. ما تخسرش والو الا درتي واحد اللايك ولا جيم، وحتى الا كتبتي في الكومونتير الله يعاونك. وانتم كيبقى لكم الراي، كيبقى لكم نتوما. وحنا كنشكروكم كي شكرتون كيما شكرتوناش حتى حنا راه كنشكروكم. وضروري العمل يوميا والبحث على البقاع باثمنه مناسبه. وشكرا والسلام عليكم.